مرحبا، عدنا اليكم من جديد. اللي هم ال 23 سبسكرايبرز ما حدش فيهم يعرفني اصلا يعني. ايه الاخبار؟ عاملين ايه يا جماعه؟ إيه الاخبار؟ حاجات كتيره حصلت قوي الايام اللي فاتت دي. حاجات ايه رايكم يا جماعه في السكسوكه؟ جميله صح؟ حاجه يعني شبه وش رجلي. الحمد لله على كل حاجه. مبدئيا الاهلي وصل النهائي الرابع على التوازي. وهنلاعب الوداد البيضاوي، زعيم المغرب وزعيم كازابلانكا وزعيم مركب محمد الخامس وزعيم يعني زعيم عادل امام. كل سنه وهو طيب، كان عيد ميلاده قريب برضه. من سيادة المأذون، انه انت قاعد نادي شفلحه. أنا لم أطلب إلا منديل. يا قوم لقد طفر بآلهتنا ويريد منديلا. هذا هو المنديل ايها الاشنخ. يعني الاهلي قبل في دوري المجموعات فريق مختلف تماما، ما اعرفوش ولا نعرفه ولا حد يعرفه. بيتنقل للدوري الدور خروج المغلوب، بيتحول لفريق مرعب شرس قوي خطير قاتل. يعني مصر العالم كله يعني افريقيا كلها بتعمل حساب مره واحده. يعني طبعا لازم طبعا في كل فيديو نشكر الزعيم المغوار كابتن اطهر الطاهر. حياة النبي محمد دي اللي يجيب لي جلطة، ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. اما تضحك حتى يجي لي اما تضحك يا اخي. حياة النبي محمد. والزعيم المغوار كابتن ويليامز. الفرقتين طلعوا اصلا يعني اللي هو ميرسي يا جماعه، والاهلي بيلعب فاينل. هاو ايرونيك. المهم الاهلي خلاص وصل لدور النهائي الرابع على التوالي طبعا. واللي يقدر على الاهلي يعني السنه اللي فاتت الوداد يقدر على الاهلي. اكشلي الوداد خد بطولتين افريقيا من الاهلي. فاعتقد لو الاهلي او لعيبه الاهلي هم خدوا البطوله الثالثه من النادي الاهلي، اعتقد نقفل النادي بقى وخلاص وما نلعبش افريقيا تاني يعني. حلو قوي كده يعني. انا شخصيا هتضايق وهاحبط وجماهير الاهلي هتتضايق وهتحبط وماما هتتضايق وهتحبط، فمش هينفع يعني. ايه تاني. بصوا يا جماعه يعني شكرا اطهر الطاهر، شكرا ويليامز حارس المرمى المغوار العظيم. ربنا يكرمك. وانتوا الاثنين طبعا زي ما قلت انتوا خرجتوا خلاص. شكرا جزيلا لكم جميعا. الحمد لله. طبعا النهائي المره دي هيبقى ماتشين عندك وعندي، مش هيحصل خناقه. طبعا لو اتحاد الكوره يعني طبعا لو هنتقل عليكم احنا اسفين طبعا في هذا الامر. يعني لو وصل لكم اي جوابات بقى مؤخرا ما تقولوا لنا، يعني ادونا هنت يا جماعه. بقول لكم ايه، في جوابين ثلاثه كده وصلوا لنا، فمحتاج يعني لو هنتقل عليكم معلش. انا عارف ان انتم يعني طبعا يعني بنيجي عليكم جامد، بس لو ارجوكم لو في جوابات ابعتوا عرفونا، ابعتوا لنا SMS او واتساب اي حاجه يعني. هيبقى في ماتش في القاهره هنا ان شاء الله الاول، وبعدين ماتش في مركب محمد الخامس المغربي. ويعني نتمنى البطوله ال11 بقى. واقفين بقالنا كتير واقفين عند ال10، بقالنا سنه كامله واقفين عند ال10 يعني. فمحتاجين ناخد ال11 معلش يعني. ف الاهلي اتحول تماما. كولر شخصيا اتحول تماما. من مدرب ناس تقريبا بتسب له مش طايقاه يعني، للناس بتسقف له جدا. الاهلي طريقه اللعب اتحولت تماما، بقت 4-3-3 صريحه. تحس ان كولر فهم الدنيا شويه في افريقيا، اللي هو الخامه اللي عندي ما ينفعش اكون مهاجم قوي كده وافتح الدنيا وانسون. مروان عطيه انا اتفرجت عليه مرتين ثلاثه من الاستاد يا جماعه، لا يكل ولا يمل. دبور في الملعب، خطير بصراحه. مش هتكلم على الكوره خالص، بتكلم على دردشه معاكم وبننبسط يعني. مروان عطيه عمل شيفت ابن لذينه في الفرقه بجد. يعني شكرا كابتن فيريرا اللي هو جوزوالدو فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك. هو لما اتسال هو مين اللعيب ان انت هتموت وتجيبه او اللي انت عايزه جدا من الدوري، هو قال مروان عطيه. فالعين بقت عليه، راح الاهلي جابه وخلص فيه. شكرا سلام عليكم. فبصراحه شكرا كابتن فيريرا، ساعدنا كتير يعني. موسم الاهلي تحس انه اتحول حرفيا بعد وجود مروان عطيه. نص الملعب الاهلي بقى محمي اكتر، الفرقه نفسها بقت روك سوليد في الملعب. صعب يعني الاهلي اخر 11 ماتش او 12 ماتش داخل فيه جون واحد يعني. فتحس ان الفرقه ماسكه نفسها هجوميا. طبعا يعني لكن الاهلي كده محتاج مهاجم يعني، فدي حاجه انا عارفها وانت عارفها وجدتي الله يرحمها عارفاها يعني.
بيرسي تاو ابن ناس كده، متعلم في الفرقه، فاهم؟ لعيب متعلم في الفرقه. كهربا بيحاول قد ما يقدر، بس هو ستيل مش مهاجم. حسين الشحات يعني الحمد لله على السلامه يا اخي، الحمد لله على السلامه يا اخي، وحشتنا. ايه وحشتنا يا راجل، ايه ده اخيرا. يعني بصراحه الكريدت في بيرسي تاو وحسين الشحات يروح كاملا مكملا لكولر، هو اللي رجعهم تاني. حمدي فتحي ايه الحلاوه دي، مروان عطيه الشقاوه دي، عبد المنعم. في يوم من الايام هتجلطنا، انا عارف انت في يوم هتموتنا، يعني هتموتنا ناقص عمر، بس انت بتعمل الحاجات دي بيكوز كان عشان انت واثق فشخ في امكانياتك، بس الحاجات دي بتجلطنا احنا كمشاهدين، لازم تبقى عارف الموضوع ده كويس قوي يعني. ياسر ابراهيم ذكر في الملعب بصراحه يعني. محمد هاني قلب كافو الفتره الاخيره، كافو. علي معلول يعني مننا وعلينا وحبيبنا ومصري زينا واهلاوي زينا، سيبك من هو مش تونسي يا جماعه، والعالم اللي بيحطه ده فيك، ده فوتوشوب. حبيبنا يعني. حراسه المرمى الشناوي، علي لطفي، رجاله خطرين. نرجع بقى لعبد القادر، محمد عبد القادر. ليه ضيعتها؟ حرام عليك ضيعتها ليه؟ ده تيجي تاكا بتحصل مره في العمر، مش هتيجي تاني الحاجات دي. ليه بتشوط جامد؟ يخرب بيت كده يا معلم، جون كان هيبقى يتحفر كده. يلا حصل خير، تسلم يا عم محمد عبد القادر. كده شويه وهتحترف او تمشيك يعني ان شاء الله يعني. بس كده شويه دردشه عن النادي الاهلي، وشارك شويه لقطات بقى وانا في الاستاد والمقتطفات والحاجات دي يعني، هتعجبكم ان شاء الله يعني. وبس كده، شكرا. حلو اعمل فاول صح. نخش بقى على مانشستر سيتي اللي واخد الدوري الانجليزي غسيل ومكوى ومقاولة ومحدش هيقدر عليه. طب يا جماعه انا راضي ذمتكم تمام،
يعني مانشستر سيتي الفريق الثاني بتاعهم بيتكون من اورتيجا اللي هو جون جامد جدا، بيتكون من ريكو لويس اللي هو باك رايت وباك ليفت وبيعمل على كل حاجه، الفاريز بطل العالم، فودن من احسن لعيبه الشباب في العالم اكشلي وعنده 23 سنه فهو كبر شويه يعني تمام. من كابتن رياض محرز، من كابتن كالفين فيليبس، من كابتن ناسان اكي. طب ايه يعني احنا يعني انا بشجع مانشستر يونايتد وجماهير ارسنال وجماهير يعني مش هتكلم عن ليفربول عشان انا جاي اتكلم عن اللعيب الفرق اللي صعدت تشامبيونز ليج، فنتكلم على فرقه خامس سادس لا ما يعني مش هنزل بالمستوى ده المتواضع بصراحه يعني. مين يقدر على الفرقه دي يعني يا جماعه انا مرعوب من فاينل الاف اي والله العظيم انا مرعوب. انتوا متخيلين اللي هم ممكن يعني انا مش يعني ممكن يجوا لنا يلعبوا لنا فاينل اف اي كاب والتريبل اون ذا لاين يعني لا يعني هناكل علقه والله العظيم هيدونا علقه كوره اللي هو مش هنشوفه قدامنا. فانا مرعوب من مانشستر سيتي ودي فرقه ولا يونايتد هيعرف ينافسها ولا ارسنال ولا تشيلسي. مين يعني تشيلسي بينافس على الهبوط صلى الله على النبي، ولا ليفربول بره الشامبيونز ليج انا مش عارف اتكلم على حد، ولا نيوكاسل وصلوا الشامبيونز ليج خلاص. انا الفرقه دي حرام بس بقى هيفضل الاختيار. انا مهما مانشستر سيتي عمل وكسب وكده انا مقتنع اقتناع تام ان مجلس ابو ظبي لما قرر ينفست في مانشستر سيتي البطولات تمام وكل حاجه بس كانوا على خطأ كبير جدا ان هم قرروا يعني ينفست في مانشستر سيتي. يا جماعه فرقه من غير جمهور، يا جماعه اللي مانشستر سيتي بيعمله ده لو فرقه عندها جماهير زي يونايتد او ارسنال او تشيلسي او ليفربول او واتسو ايفر، لو نيوكاسل لو ويست هام لو ليستر لو برايتون او اي حد، انتوا هتشوفوا كميه زيطه بتحصل وبانترز على الفرق المنافسه مرعبه. لكن مانشستر لما بياخد بطوله دوري او كاس او يعني لما ياخد تشامبيونز ليج من انتر صباح الفل هو مانشستر خد الدوري تمام، مفيش ولا زيطه ولا همش قاعده جماهيريه وتقريبا مفيش حد بيشجعهم غير شويه الناس اللي موجودين في مدينه مانشستر اللي هو اوقات مش بيملوا الاستاد، ما بيعرفوش يملوا الاستاد بتاعهم اصلا. فانا من وجهه نظري المتواضعه يعني ان مجلس ابو ظبي لما قرر ينفست في مانشستر سيتي ارتكب خطا كبير جدا بسبب ان هو فريق مش جماهيري. ف يعني من وجهه نظري في الاخر يعني ممكن ابقى صح ممكن غلط يعني. مانشستر يونايتد بصوا يا جماعه لو ما صعدوش تشامبيونز ليج انتوا عندكم ماتش بكره يبقى يوم الخميس قصدي مع تشيلسي محتاج نقطه واحده تمام، فاحنا نكسب وناخد النقطه دي ونصعد تشامبيونز ليج عشان مش عايزين قرف تمام. السلام عليكم شكرا جدا ونراكم قريبا في دردشه جديده ملهاش اي لازمه. شكرا جدا السلام عليكم.